السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الأوفياء متتبعي قناتنا، أرحب بكم من جديد وأواصل معكم هذه النشرة الجوية والخاصة بأحوال الطقس ببلادنا، والتي من خلالها نوافيكم بآخر مستجدات أحوال الطقس وآخر التوقعات المنتظرة للأيام القليلة القادمة إن شاء الله. استمرار تساقطات مطرية غزيرة وتساقطات ثلجية خاصة بمرتفعات الأطلس عرفت بلادنا منذ أمس البارحة إن شاء الله وإلى غاية حد الساعة أمطار وتساقطات مطرية عاصفة وعدة مناطق إن شاء الله، خاصة النصف الشمالي من المملكة. وقد عمت هذه المناطق هذه الأمطار الغزيرة عدة مناطق ولله الحمد. وكما نشرنا لكم أعزائي الأوفياء عدة صور من هذه التساقطات المطرية، ولا زال إن شاء الله أقوم ببث مباشر إن شاء الله مباشرة من إحدى المناطق. كونوا في الموعد إن شاء الله. والآن إلى التفاصيل. استمرار تساقطات مطرية غزيرة إن شاء الله هذا اليوم، خاصة بوجدة، بالناظور، كذلك طنجة، أصيلة، العرائش، باب برد، تونات، بودا، وزل، لالا، ميمونة، تازة، كذلك بتهلة، فاس، قريت بوا، محمد سيدي سليمان، مكناس، الرباط، الرماني، بن سليمان، الخميسات، إفراس، كورة، مداز، وطاط الحاج، كذلك مهيسور. وتساقطات ثلجية معتبرة إن شاء الله ميدال، تتونفيت، إيملشيل، بني ملال، أزيلات، تبانت، أكادير، بوعشيبة، كما تهم سيدي بنور، كذلك اليوسفية، الوالدية، أسفي، خميس، ولاد الحاج، كذلك بالدار البيضاء، وبن سليمان، ومدينة الصويرة. استمرار هذه التساقطات المطرية خلال الفترة المسائية، لكن تقل فعالية هذه التساقطات المطرية. موعدنا إن شاء الله إخواني أخواتي مع منخفض جديد بداية من مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء، هذا ما نتعرف عليه. بالنسبة ليوم الاثنين إن شاء الله استمرار في الأحوال الجوية مضطربة نسبيا مع تساقطات مطرية متفرقة إن شاء الله. وفي أحوال الطقس بالنسبة للفترة المسائية من يوم الثلاثاء ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء إن شاء الله نلاحظ منخفض إن شاء الله سريع يمر ببلادنا ذو فعالية كبيرة إن شاء الله، خاصة بالمناطق الشمالية. وكما تشاهدون دخول هذا المنخفض بدا على هذه المناطق بأسفي، سطات، الجديدة، خريبكا، والرباط، ليتوغل إن شاء الله خلال الفترة إن شاء الله المسائية على هذه المناطق، وأمطار من درجة اللون البرتقالي بخميس، ولاد الحاج، اليوسفية، أسفي، الوالدية، دار البيضاء، الجديدة، الزمامرة، اليوسفية، جمعة سحيم، كذلك سيدي بنور، أمزورة، كيسر، سطات، ولاد عبو، ولاد فرج، الجديدة، سيدي عابد، برشيد، رأس العين، كذلك كذلك ان شاء الله بلولا، القاره، برشيد، البير جديد، الجديده، دار بيضاء، بوسكوره، المحمديه، عين عوده، خيرات، الرماني، كذلك بالمعز، جيفله، الرباط، القنيطره، دار القداري، مشرع، بالقصير، ابن منصور، لالا، ميمونه، والقصر الكبير، وكذلك العرايش. هذا المنخفض الحصري والسريع المرور ان شاء الله يمر خلال الفتره المسائيه من يوم الاربعاء ان شاء الله على هذه المناطق، مع عواصف رعديه مهمه ان شاء الله بكيكوب، ميدات، بخنيفره، بني ملال، تبان، تخريب، قاسطة، الجديده، بن قرير، اسفي، الصويره، كذلك سيدي سليمان، رباط، فاس، تازه، تهلا، برد، وزان، لالا، ميمونه، سيدي علال، تازي، طنجه، تطوان، اصيله، والعرائش، وكذلك الحسيمه. تستمر هذه الحالة الجوية يوم الأربعاء إن شاء الله، وخلال الفترة الليلية والمساء إن شاء الله أمطار قوية وعاصفية جدا بكل من الناظور، توريرت، قرسيف، ساكا، أكدول، تازا، تاهلا، كذلك بعاطف، مع كذلك إن شاء الله بوطات الحاجين، ديت، سكورة، مداز، ميسور، ميدالت، تقول في خنيفرة، زاوية الشيخ بني ملال، إملشيل، أسول، أزيلات، تبانت، أكادير، البروج، قلعة سراغنا، سيدي بوعثمان، مراكش، أوكيمدن، وأمزميز. هذه التساقطات المطرية مستمرة يوم الأربعاء خلال الفترة المسائية والليل. ويوم الخميس القادم إن شاء الله استقرار في الحالة الجوية مع بقايا إن شاء الله تساقطات مطرية خفيفة بأقصى الشمال الغربي. بالنسبة ليوم الخميس استقرار في الحالة الجوية، تستقر أعزائي الأوفياء الأجواء أيام الجمعة وأيام السبت إن شاء الله، وأيام الأحد، وأيام الاثنين، وكذلك أيام الثلاثاء إن شاء الله. كما نلاحظ إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة المرتفع الآزوري يعود إلى الواجهة الأطلسية على عرض المحيط الأطلسي، نتمنى أن لا يطول، وإن شاء الله خيرات طاح ديال الأمطار، ونتمنى المزيد إن شاء الله.
رمضان يأتي، ببداية رمضان إن شاء الله ومطلع رمضان يأتي بالسقطة مطرية غزيرة عرفتها بلادنا. وهذا إخواني من فضل الله علينا وعلى الناس أجمعين. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.